السلام عليكم ورحمة الله صديقي العزيز. أنا جاي أقولك على حاجة. رغم إن أنا علمي في الاقتصاد يعني يساوي زيرو تقريبا، إلا إن في حاجة أنا عارفاها ومتأكدة منها وجاية أبلغها لك، وهي حتى لو الدولار رفع أو نزل، الجنيه تم تعويمه أو زاد في قيمته أو أيا كان، أو الأسعار غلت أو قلت، إنه يا صديقي اللي كان معاك امبارح هو نفسه اللي معاك النهاردة. ربنا اللي كان موجود امبارح هو نفسه ربنا اللي موجود النهاردة. ربنا يغير ولا يتغير، بمعنى انه الخوف بتاعك دلوقتي ملهوش لازمة. يعني انا عارفة ان انت زعلان دلوقتي ومدياك الحق صراحة، يعني الأسعار غلت جامد والجنيه قيمته قلت جدا جدا مقابل باقي العملات، ولكن اللي خلقك ما بينساش. ربنا ما بينساش حد، وهو ما خلقكش عشان ينساك ابدا ابدا، بالعكس. هو معاك دلوقتي، اللي كان معاك امبارح هو اللي معاك النهارده، هو اللي هيبقى معاك بكره. وانت ما تعرفش وانا ما اعرفش ومفيش حد يعرف اللي هيحصل بعد 5 دقايق ايه. وعلشان كده انا جاي اقولك ما تزعلش لدرجة ان انت هتبقى محبط وقافل ومتضايق لدرجة ان انت ما تعملش اي حاجة في حياتك، وتوقف بقى الدنيا وتقول واي حد يكلمك تقوله استنى بقى يا عم لما نشوف الدنيا ولا الدولار هيحصل فيه ايه. هو هيحصل اللي هيحصل، سواء هو هيعلى تاني او هيقل تاني، دي حاجة مش بتاعتك، دي حاجة بتاعت ربنا. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تتوكل. يعني حضرتك بجد مش مطلوب منك حاجة غير ان انت تقول اللهم اني فوضت اليك امري وتوكلت عليك فدبره لي اني لا احسن التدبير. لانه في النهاية مفيش حاجة هتحصل الا باذن ربنا، وانا وانتم متعودين ان اذن ربنا واوامره كلها خير وكلها الحكمة، سواء كانت انت شايفها حاجة مش كويسة او حاجة كويسة، كلها الحكمة وكلها التدبير منه. صدقني انت هتحسبها حسبة وانا هحسبها حسبة وربنا يحسبها حسبة تالتة خالص. فتوكل واسعى في اللي كنت بتعمله وسيب الباقي على ربنا، هو هيدبره بحكمته وبعلمه. بس كده. اتمنى يا رب الايام الجايه تكون خير علينا كلنا ويوسع ارزاقكم كلها ويجعلها خير ويجعلها خفيفه لطيفه واحن من قبل. اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.